بعد محاولات كتير جدا من ال ستو ان هم يخلوني اجرب خوذ من عندهم، اخيرا وافقت. وبعتوا لي خوذه الاف اف 353 الهابي دريمز بلاك. الخوذه دي المفروض من اكتر الحاجات الموجوده في السوق حاليا. المفروض ان هي في الميد رينج بتاع الخوذ الفول فيس. فتعالوا نشوف كده بتقول ايه. اول حاجه الخوذه، تاني حاجه بيبقى معانا الباك بتاعتها. طيب مالناش دعوه بالباك دلوقتي. بالنسبه للخوذه، خوذه وزنها خفيف تقريبا، مكتوب عليها هنا كيلو 300 جرام، فدي حاجه كويسه جدا. هي فول فيس فطبعا ده متوسط وزنها، بس ده كويس بالنسبه للفئه السعريه دي. سعرها حوالي 3500 جنيه. ده الديزاين بتاعها. اللي انا عرفته ان الديزاين بيختلف، لو مثلا حاجه ساده بيبقى سعرها ارخص، ده يعني اللي عرفته منهم. الخوذه بتيجي فيها بين لوك. البين لوك ده اللي هو بيتركب في الشتاء، ما بيخليهاش تشبر من جوه بتشتريه. تقدر برضو تغير السكرينه دي بحاجه مثلا بلاك او ميرور او اي حاجه، اللي هي الاشكال اللي بتدي شكل في السواقه. بتيجي بمقاسات من اول دبل اكس سمول لحد 3 اكس لارج. اوكي. مشكلتها انا من وجهه نظري شايف ان هي ما فيهاش نضاره شمس، فدي حاجه غلسه شويه. هتضطر بقى ايه، يا تلبس نضاره شمس تحت الخوذه، يا تجيب فايزر للشمس. بالنسبه للخامات، الخامات كويسه، شايف ان هي كويسه جدا. بتيجي فتحه تهويه من قدام، بتيجي فتحتين تهويه من فوق. اه هي مفتوحه اوريدي، تمام. وبتيجي من تحت بالحته دي تمنع بس التراب ان هو يدخل لك وانت سايق وكده، فبتبقى لذيذه يعني. الخامات من جوه كويسه، بس مثلا مقارنه بحاجه هاي اند مش احسن حاجه. بس مش عارف يعني، انا بالنسبه لنا مثلا اللي انا لابسها، انا حاسس باختلاف في الفوم رهيب. بس انا فعلا لما جبت دي كنت حاسس ان دي حاجه تانية. فاظن ان هي يعني البادجت في الفئه دي السعريه دي هو ده، وهي دي الخامات. عامه هنجرب الخوذه دي في كذا حاجه. اولا هنجربها في الزحمه، نشوف التهويه بتاعتها تبقى كويسه ولا لا. هنجربها على الطرق السريعه على 3 سرعات، 100 120 140. اوكي. هنشوف هتستحمل معانا ولا لا، هتبقى مريحه ليا ولا لا في السواقه. انا اتاكدت ان انا اجيب خوذه مقاسي، كنت اتكلمت قبل كده في موضوع المقاس ده. بس كده هناخد الريفيو في الشارع، وبعد كده هنرجع تاني نقول راينا فيها. انا متفائل بيها خير، لان هي شايف ان هي خاماتها كويسه. بس طبعا مع التجربه الوضع بيختلف جدا، بالذات في الخوذ، مش بالشكل بس. كنت جبت كذا خوذه من بره مصر كانت شكلها حلو جدا، بس ما ادتنيش اداء كويس جدا في الطريق. فهنجرب ونشوف بتقول ايه الخوذه دي. بس كده. هنروح نجرب وارجع تاني، هعمل لكم فيديو كده ليها وانا بصورها هي بس.
طب انا النهارده كده يعتبر جربتها من اول اليوم. حابب ان ايه الاختلافات اللي انا شفتها وتجربتي في العموم اوفر اول عن الخوذه. اول حاجه بالنسبه للراحه، هي كانت مريحه جدا على عكس ما توقعت. في نقط معينه. الخوذه التشالنجر اللي معايا هنا، انا بقارن خوذه هاي اند بخوذه يعني انتري، يعني انت لسه بتجرب خوذه. فالخوذه دي مريحه جدا من الحته اللي فوق. انا واحد دماغي مكوره شويه عامله زي البطاطسايه، فالحته اللي ورا دي دايما كان بيبقى فيه بريشر بوينتس فيها مضايقاني، حتى في الخوذه التشالنجر اللي معايا. فدي ما حسيتش فيها بالموضوع ده خالص في الحتتين اللي فوق دول، تمام. فدي نقطه كويسه بالنسبه كمان ان هي اول مره البسها، فما خدش عليها لسه. حاجه كويسه ان هي لسه حتى ما طبعتش على دماغي. الحاجات الكويسه اللي فيها التهويه فيها كويسه جدا. ما حسيتش ان انا مخنوق في الزحمه خالص، مع ان النهارده كان يوم زحمه جدا. ما ضايقتنيش. ما حسيتش ان انا لابس حاجه رخيصه. بالنسبه للصوت وعزله، هو تقريبا قريب جدا من التشالنجر اللي معايا، بس طبعا التشالنجر العزل فيها اعلى شويه، طبعا فرق السعر. بالنسبه لعزل الهواء على السرعات، 80 100 120 ما شفتش فيهم مشاكل. يعني ما ضايقونيش. وزن الخوذه مريح جدا، ما حسيتش ان هي وجع لي ظهري. طب ايه المشاكل اللي انا حسيت ان هي خانقاني؟ اولا الحته دي طالعه قوي، فمش عارف بسبب ان انا يعني هي عامله يعني حلوه ان هي مغطيه مناخيري عشان مناخيري كبيره. بس ايه، احس ان هي واخده شويه من الرؤيه. هي بتتشال على فكره، بس اللي هو لو اتشالت هتبقى شكلها مش حلو. بس يعني اتعودت عليها الى حد ما، يعني كده حلو. كده حاسس ان هي طالعه شويه. فمش عارف يعني. هي بس ضايقتني شويه، مزولاني. يعني دي حاجه مضايقاني. حاجه تانية ان هي من قدام قافله شويه على البق وعلى المناخير، يعني مفيش مسافه. انا اللي معايا في مسافه قدام. انا بتخنق بسرعه. فلو انا مش بتحرك، او زي دلوقتي مثلا وانا بتكلم، فانا حاسس ان انا مخنوق من قدام. هو مش مخنوق فعليا، بس انا حاسس ان انا مخنوق. ف... فدي حاجه. بس انا مع الاستخدام ايه، خدت عليها يعني، اتعودت عليها شويه. حاجه تانية، الجزء المش اللي تحت اللي هو اللي بيبقى بيحمي من التراب بتاع الشتاء ده بيضايق جدا. يعني هو بيبقى هنا اصلا في الحته دي، فهو كاتم بقى قافل الحته دي خالص. فانا اضطريت اشيله عشان اجرب واشوف الدنيا عامله ازاي. بالنسبه للفايزر، لا هو محكوم كويس. انا كنت حاسس ان هو هيبقى بيفتح، بس لا يعني عشان تفتحه محتاج بريشر كويس. الرؤيه في الفايزر كويسه، عكس برضو ما توقعت. انا توقعت ان الرؤيه في الفايزر هتبقى مش احسن حاجه ككواليتي يعني في الفايزر نفسه. لابس نظاره وكانت مريحه، ما ضايقتنيش في حاجه. الحته اللي على اليمين وعلى الشمال في مسافه كويسه محترمه. لو هتحط سماعات جوه هتبقى مستريحه جدا ومش هتضايقك. كنت لابس برضو الهيدفونز تحتها وما كانتش مضايقاني في حاجه. في الاخر يعني انا بالنسبه لخوذه ب 3500 جنيه مثلا، وخوذه ب 10000 جنيه اللي هي معايا، انا ما حسيتش بنقله نوعيه يعني ما حسيتش ان انا نزلت او عملت داون جريد جامد. حاسس انها عادي يعني، حلوه، مش مضايقاني في حاجه. بتقضي الغرض، شكلها حلو. وكذا حد سالني قال لي الخوذه دي انت جايبها منين ومش عارف ايه. شكلها لذيذ. مش وحشه. ما حسهاش رخيصه. عكس ما انا توقعت في الاول ان هيبقى فيها شويه مشاكل، بس لا، المشاكل دي لقيتها مش موجوده. اتوقع هلاقي مشاكل كبيره في الخوذه الموديلر اللي هعمل لها ريفيو الجاي، بس هنشوف. يعني انا الخوذه الموديلر التانية حاسس ان هي تبقى تقيله، يعني وزنها تقيل، فمش تبقى مريحه. فهشوف، هجرب. او انا مثلا عشان ما عنديش تفضيل اصلا للخوذ الموديلر، فمش عارف صراحه. بس ده كان ريفيو النهارده. يا رب ما فيش حد من السكيورتي يجي يقبض عليا دلوقتي عشان بصور. ف بس كده. لو عجبكم الريفيو بقى قولوا لي عايزين اعمل ريفيو لايه تاني، واحاول اعمل له ريفيو زي اللي عملته النهارده، او على مدار الثلاث ايام دول. وان شاء الله يعني هعمل ريفيو بقى لخواص تاني. سلام.